اهلا بيكم في قناة فن الطهي مع ايناس. النهاردة هنعمل مع بعض صينية البطاطس باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. معانا كيلو من البطاطس مقطعينه شرايح رفيعة، وبصلة مفرومة، وفلفل حامي، وفلفل بارد، وصلصة طماطم، ومعانا ربع مفروم. في صينية على النار نحط معلقتين من السمنة، وبعد كده احط البصلة المفرومة ومعاها الفلفل الحامي. هشوح البصلة كده على خفيف، وبعد كده ابتدي ان انا احط اللحمة المفرومة معاها. بعد ما اشوح اللحمة معاها هحط بعد كده معاها البهارات اللي هي الملح والفلفل وبهارات اللحمة، وهقلبها شوية كده لغاية ما تبتدي ان هي تكون نص سوا كده معايا. ابتدي بعد كده احط لها الفلفل الاخضر، اشوحها معايا كده تقلبتين تلاتة، يعني لسه برضو الفلفل ما يكونش استوى معايا، لان انا مش محتاجه ان هو يكون مستوي لان لسه هيستوي مع البطاطس. هفضي كل الكميه في طبق، كميه اللحمه المفرومه اللي انا عملتها هحطها في طبق، واجيب البطاطس اللي انا مقطعاها حلقات رفيعه، ابتدي ان انا ارصها كلها في الصينيه. هبتدي احط في الجناب كلها، وبعد كده ابتدي ارص تحت من بطاطساية تانية في قاع الصينية عشان تمسك بقية البطاطس كلها لما تترص كلها ورا بعض ما تقعش مني. هحط ورا كل بطاطساية معلقة من اللحمة المفرومة، ووراها شريحة بطاطس برضو لحد ما اكمل بقية الكمية كلها في الصينية. وبعد كده بحط لها الصلصة واحطها على النار من فوق، تاخد كده غلوتين تلاتة لحد ما احس ان البطاطس دخلت في السوا معايا او استوت. ببتدي بعد كده ان انا احطها في الفرن واولع لها الشواية عشان تاخد اللون من فوق. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك فيديوهاتي، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وبقولولي في تعليقاتكم ان شاء الله.